عمرو أديب عقله طار بعد فوز الأهلي على المصري وتعادل الزمالك مع بيراميدز. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صلي على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. علق الإعلامي عمرو أديب وأدلى بتصريحات مثيرة جدا عقب انتهاء مباراة الأهلي والمصري والزمالك وبيراميدز نقلتها الإذاعة السعودية منذ قليل. قال عمرو أديب: أنا ما بقتش فاهم يا جماعة في إيه؟ يعني دلوقتي الزمالك بيساعد الأهلي ولا أنا مش فاهم؟ الزمالك اللي المفروض النهاردة كان يخسر ويدي البيراميدز التلاتة بونت عشان إحنا كده كده مش عايزينهم، عشان خاطر يكمل مشواره مع الأهلي، يجي يعصلج النهاردة قدام بيراميدز ويتعادل؟ ده احنا ساعات بنخسر ماتشات ملهاش لازمة، نيجي للماتشات اللي هي ليها لازمة ونتعادل ونوقع بيراميدز قصاد الغريم التقليدي لينا وهو النادي الاهلي. والنهارده الاهلي بيكسب علي ماهر اللي طبعا اي ماتش الاهلي وعلي ماهر اعرف ان الاهلي هيكسب، لان علي ماهر ابن من ابناء النادي الاهلي، لازم هيفوت الماتش للاهلي. فانت يا عم الزمالك فوت لبيراميدز، علي ماهر الناحية التانية فوت لكولر، فوت يا عم جوميز انت النهارده البيراميدز وخليهم يكسبوا عشان خاطر المنافسة تفضل مشتعلة بين الاهلي وبيراميدز. يمكن الاهلي يقع في ماتش سيراميكا اللي جاي ولا الماتش اللي بعده وتبتدي الدنيا تقرب، انما كده مش نافع خالص، كده مش نافع خالص. الزمالك مصمم ان هو يجيب لي نقطة، مصمم ان هو يجيب لي جلطة. يا عم احنا ساعات بنخسر ماتشات ملهاش عازة، لازم النهارده اتعصلك مع بيراميدز؟ طب ما الراجل علي ماهر اهو زي الفل ساب للاهلي الماتش واداهم التلاتة بونت وقال لهم يلا اركبوا الدوري وما تنزلوش تاني. انا ما بقتش فاهم في ايه يا جماعه، وخلاص انا ابتديت اتخنق من الكوره. هذا ما قاله عمرو اديب عقب انتهاء المباراه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.